فكرة المقاطعة لبعض المنتجات زي بيبسي، زي ليبتون، زي الأكل، زي الشرب، فرنش فرايز، الحاجات دي، هل أنت مع فكرة المقاطعة ولا؟ يعني أنا بصراحة مش داخلة في الموضوع ده، دي يعني بروباجندا، يعني دي دراما، عارف؟ دي بالنسبة لي دراما. المقاطعة أو الحرب وإنك تقف جنب حد هو إنك تحارب معه، مش قطعنا ونزلنا عملنا كده ودعينا الشعب، لا، حاربوا مع الناس التانيين. يعني أنت لو أخوك بيتضرب هتيجي وتضرب أعدائه، بس كده. مش هتقاطع هو بيشرب مية ايه، هي نسلة ولا راوي ولا مش عارفة ايه، انت هتيجي وتضرب معاه على طول، بس كده. طيب. شكرا جدا. ده الموقف عندي. عندك موهبة أخرى غير الرقص الشرقي؟ يعني مثلا بتغني، بتمثلي؟ بحب التمثيل جدا، وانا باخد كورس دلوقتي، وعندي كتب كتيرة جبتها من مكتبة في الزمالك، زي إعداد الممثل، كتب لنبيلة عبيد ومسيرتها الفنية وإزاي ابتدت، وكتب عن فيفي عبده. فيعني ده طموحي. الرقص هواية ودراسة. طبعا. وانا كل يوم بحب ازود نفسي، مثلا في حركة، ولا مثلا انا اكون قاعدة بيجي في بالي حاجة، يعني دي زي إلهام، عارف؟ فبقوم بعمل الحركة وباخدها لنفسي. يعني أنا بحب، عندي شغف في الموضوع ده. بما إن شهرزاد لبنانية بس الاسم مصري، مين اللي طلع الاسم وأطلق عليك ولا ده اسم الفني؟ شهرزاد أنا صراحة اللي طلعته. ده اسم الحقيقي. الاسم الحقيقي نور. عاشت الاسامي. طب ما اسم برضه اسمي يسمع ويلعلع، ولا انت خفت عشان يكون في لا يعني خالص، في ممثله لبنانيه مشهوره في مصر والجماهير المصري كله عارفها، اللي هي الفنانه؟ انت عايز توقعني ولا ايه مثلا؟ لا يعني هي برضه محققه اسمها حلو، ونور اسم فني زي دينا، بس يعني برضه لا انا حبيت شهرزاد، ليالي شهرزاد. فكره المقاطعه لبعض المنتجات زي بيبسي، زي ليبتون، زي الاكل، زي الشرب، فرنش فرايز، الحاجات دي، هل انت مع فكره المقاطعه ولا؟ يعني انا بصراحه مش داخله في الموضوع ده، دي يعني بروباجندا، يعني دي دراما، عارف؟ دي بالنسبه لي دراما. المقاطعه او الحرب وانك تقف جنب حد هو انك تحارب معه، مش قطعنا ونزلنا عملنا كده ودعينا الشعب، لا، حاربوا مع الناس التانيين. يعني انت لو اخوك بيتضرب هتيجي وتضرب أعدائه، بس كده. مش هتقاطع هو بيشرب مية ايه، هي نسلة ولا راوي ولا مش عارفة ايه، انت هتيجي وتضرب معاه على طول.